مشكلة كل شهر يا جماعة، هنطبخ ايه؟ الدنيا غالية جدا والدنيا خلاص التلاجة فضيت. معايا بس دلوقتي صدر من الفرخة كان مسلوق ومركون في التلاجة، يا حرام مش لاقي حد يمسكه خالص. فقلت لازم اتصرف بيه، هعمل بيه وجبة بجد حلوة جدا في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي. هنجيب صدر الفرخة وهقطعه بالسكينة بالشكل ده. هحضر كمان بصلاية هقطعها شرايح رفيعة. لو اول مره تشوفيني وتتابعيني، انا اسمي مروه. متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك وصفاتي باستمرار، وعلقي ولو بحرف واحد عشان ان شاء الله دايما يوصلك اشعاراتي. حضرت كمان فلفلايه تكون مشطشطه سبايسي كده، وكمان 2 طماطم هنقطعها بالميه بتاعتها عادي خالص. تمام كده، هنقطعها برضو قطع صغيره على قد ما نقدر. الطماطميه هربت مني. كل حاجه بتهرب اخر الشهر، مش عارفه في ايه. الطماطميه جاهزه معانا، وكمان الفلفل والبصل. هنجيب بقى طاسة على النار، هنحط فيها 2 معلقة كبار من الزيت، وهنزل كمان بنص معلقة كبيرة من التوم. انا مش عايزة احمر التوم، يا دوب ريحته تطلع. هنزل بعد كده بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا قطعتها، يا دوب يتشوح. بعد كده بهارات الشاورما، هتحطي بقى معلقة محترمة منها بالشكل ده، وهتستمري في التشويحة. في الخطوة دي هنحط فنجان من الخل، ما تستغربوش كمية الخل، هتديها مزازة وطعم حلو جدا. في الخطوة دي هبتدي انزل بكل الخضار بتاعي بالشكل ده، يا دوب تقليبة واحدة بس وهطفي عليه. ده بيكون شكله. هنزل كمان بنص كوباية من البقدونس المقطوع صغير قوي. الالوان بقى والريحة والطعم مش قادرة اقول لكم، خطيرة. تقدري بقى في الخطوة دي تعملي حاجة من الاتنين، يا اما تعملي تومية يا اما تعملي طحينة. انا عشان كنت لسه عامله توميه من كام يوم فعملت طحينه المره دي. ظبطت بس الملح بتاعي، حطيت نص معلقه صغيره من الملح، وهبتدي انزل بالطحينه بتاعتي. الطحينه ضربها كويس جدا بميه سخنه وكمون وخل، وكمان رشه صغيره جدا من الثوم، وهبتدي اقلبها بالشكل ده. وهتاكلي احلى سندوتشات شاورما سريعه. انقذت الموقف يا جماعه في اخر الشهر. وصفه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. عارفين ان انا دايما متعوده اعمل لكم وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. انا متاكده كان ربع الفرخه ده هيفضل موجود لحد ما ينشف وهيترمي. احنا انقذنا الموقف بيه وعملنا وجبه فعلا حكايه. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.